لحد سنة 1752 لما جه العالم بنجامين فرانكلين. ايوه بالظبط، هو اللي احنا كلنا بنحب الصورة بتاعته ونفسنا فيها ده. قدر انه يعمل تجربة يثبت فيها ان البرق عبارة عن كهرباء اساسا. وفي يوم من الايام لما كانت السماء مغيمة جاب طيارة عليها دبوس معدني من فوق وربطها بخيط من الحرير. كان طرف من الخيط ده هو ماسكه بايده وطرف تاني كان حاطط عليه مفتاح معدني، وبدأ يطير الطيارة فوق لحد ما بدأت تلمس السحاب، لحد ما البرق لمس الطيارة. ساعتها لاحظ حاجة غريبة جدا، ان المفتاح المعدني اللي كان موصله في طرف الخيط التاني حصل فيه شرارة كهربائية. حتى هو بدأ يحس كمان بسنة كهرباء بسيطة جدا لمست ايديه. وهنا بقى مش بس قدر يثبت ان البرق عبارة عن كهرباء، لا ده كمان قدر يثبت ان الكهرباء بتتنقل من مكان لمكان، بدليل انها انتقلت من الطيارة الورق لحد ايده او لحد المفتاح عن طريق الخيط الحريري اللي كان متوصل بيه الطيارة. وده كان اول واحد يقدر يوصف الكهرباء التوصيف الحقيقي بتاعه.